ازيك عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهارده هنعمل فيديو جديد. هاي ازيك عاملين ايه؟ يلا هاي ازيك عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهارده هنعمل ايه؟ فيديو جديد. النهارده هنعمل فيديو جديد. هنعمل فطار لمامي وبابي. بس قبل ما نبدأ الفيديو دوسوا لايك وسبسكرايب ودوسوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، واكتبوا لي تحت في الكومنت عايزين فيديو تاني. ويلا بينا نخش على الفيديو. دلوقتي هنشوف ايه اللي في التلاجة ينفع للفطار. هنشوف بقى ايه اللي جواهم. يعني دي جبنة شيدر واضحة، ودي حلاوة بس انا مش عارفة ايه. اوكي دي جبنة بيضة. دي لانشون. مش فاكرة اسمها. جبنة بالحلاوة. جبنة بالسكر. مش عارفة والله اسمها ايه. ما علينا، يعني ان احنا نحطها المفروض يعني. ومع الشيف لود هتشوفوا احلى الاكلات برضو. يلا بقى نشوف احنا عندنا خضار ولا حاجات زي كده هنعمل بيهم ايه. هنحطهم مثلا على الاكل كده ولا لا. دلوقتي يا جماعه بابي قطع لي الخيار والقوطه وكده، يعني تشكيله حلوه قوي، يعني زوقها الصراحه حلوه. انا بقى اللي هحطها. طيب هنبدا باللانشون. انا شفت حاجه على النت كده بيحطوا اللانشون زي فخله، تبقى شكلها حلو قوي، عامله زي الورده يعني، فانا هعمل زيها. زي كده بنحط بقى الخله. حلوه بس هنحط الجزر هنا صح. نعمل زيها تاني. ودلوقتي خلصت اللانشون، يعني كده خلصته. شكله كيوت اوي. وبعد كده بقى نحط الشيبسي عليه من انتوا فهمتوا قصدي. هودي على السفرة. دلوقتي احنا عملنا الجبنة البيضة كده، وبعد كده هنزوقها برضو زي اللانشون. بس هنحط زيت الأول، حاجة بسيطة. دلوقتي احنا خلصنا الجبنة البيضة، هروح احطها على السفرة. استنوني متاكلوش حاجة من على الرخامة. حان الوقت للجبنة الشيدر والجبنة الأورنج اللي احنا مش عارفين اسمها حتى دلوقتي.
بعد كده بقى هنحط الحاجات دي اللي هي الخيار والفلفل. الله، بس شكلها عامل زي ستار، او لا مش ستار، يعني حاجة تشتبه كده، فلاور. دلوقتي يا جماعة خلصنا الجبنة الشيدر، فهروح احطها على السفرة واجيلكم، وبعد كده هنشوف احنا هنعمل ايه تاني. كده خلصت يا جماعة، انا قطعت الحلاوة على قد ما اقدر، بس كده هروح احطها. بس الصراحة معرفتش احط ايه، ما لقيتش غير دي، فممكن احطها عليه. هحطها على السفرة واجيلكم. في بطيخ حلو برضه نحطه على السفرة. هحطه على السفرة دلوقتي. انا خلصت كل حاجة، ما فاضليش غير العيش والنسكويك بس. بابي هيساعدني في حبة حاجات صغيرين زي ايه، هي في حاجات على النار المفروض، بس انا مش اكيد مش همسكه. اللي زي ايه، زي النسكافيه، زي القهوة، زي الاومليت، بيض الاومليت، بس هو ده اللي هيعمله. وبس اللي عليا الحاجتين دول. اروح بقى اجيب العيش. العيش هنا. هبدأ بس بالصوص الاول عشان احطه هنا. يلا نحط التوست في التوست. هو هياخد وقت، بس احنا هنعمل بقى الفينو. ايه رايكم؟ هو ده العيش. وصل هياخدها كمان خطير. ماشي هحط الاتنين التانيين. لا بس كويس ان انا لابسه جلافز. والله لا. ده انت حمص قوي. ريحته حلوة كأنه في الخباز. بعد كده ناقصنا ايه بقى؟ نعمل السكويك. كده خلصنا كل حاجة، بس ناقصنا نعمل السكويك. هنروح نحطه ونجيلكم. معندوش. المهم يعني احنا هنشيل ده برضه، بس هنعمل نسكويك او هنحطه هنا. ونعمل النسكويك. هحطه في الميكرويف، بس افتح الميكرويف الاول. حطيت على المقادير عشان يبقى سخن وجميل. هعمله بقى على 30 ثانية. هنحط ده لحد لما يخلص وكده. دلوقتي احنا خلصنا. عملت البيض الاومليت وعملت النسكويك، وبابي ساعدني في البيض الاومليت والنسكافيه. هروح احطهم على السفرة. تعالوا نشوف شكل السفرة قبل ما مامي تصحى، وبعد كده هنصحيها ونوريها المفاجأة الجامدة دي. طبعا هي مش هتصدق عليها ان احنا اللي عملنا كل ده، بس يلا بينا نشوف هيبقى رد فعلها. دلوقتي كده خلصنا يا جماعة. خلصنا كل حاجة، مفيش حاجة ناقصة خلاص. مفضلش غير ان احنا نصحي مامي ونوريها الشكل ده. ايه رأيكم يا جماعة؟ لو حلو قولوا لنا في الكومنتات تحت، وحطوا لايك. هنا في النسكافيه والنسكويك.
بس دلوقتي هنروح نصحي مامي ونرجع لك. تعالي مامي غمضي عينك، غمضي عينك. جاي خلاص ما انت هتتفاجئي دلوقتي. يلا ايه رايك؟ الجمال ده. ايه ده ايه ده ايه ده؟ ايه ده انتوا بتصوروا كمان؟ تصور. طب ما صحتونيش اساعدكم ليه طيب؟ هنصحيكي وهي بتفاجئ. لا جميل جميل قوي. طب ايه ده مين اللي عمل بقى الحاجات الاولاد الاومليت بابي النسكافيه؟ بابي هو اللي ساعدني. يعني بابي اللي عامل؟ لا طبعا انت اللي عامله؟ والله انا عامله كل حاجه بس معايا الدولة. برافو عليكي بجد؟ برافو عليكي. انت كمان بتصوري؟ انت بتصوري من بدري ولا لسه دلوقتي بس؟ بدري طبعا. من بدري. طب يا رب يطلع حلو عشان ننزل. لا حلو قوي حلو قوي قوي، ربنا يخليكي ليا. حلو قوي يا رب كده على طول. انا عايزه اصحى من النوم الاقي الفطار. ايه يا رب رمضان هيجي امتى؟ حلو. تسلم ايديك تسلم ايديك. بس كده يا جماعه، دي نهايه الفيديو. يلا بقى عشان انا مش قادره، عايزه افطر. الشكل هيجنني. باي.